النهارده هنتكلم عن الرحمة. حلقتنا النهارده دي مفيدة جدا، هنتعلم منها الرحمة وازاي نرحم بعض وازاي نخاف على بعض. الرحمة دي شيء مهم جدا في حياتنا. الرحمة دي لازم نعلمها لأطفالنا، لعيالنا، لأمهاتنا، لأبونا. لازم كلنا نتعلم يعني ايه الرحمة. الرحمة دي شيء مهم قوي، وانا بفكركم ان بقول لكم دلوقتي ان الرحمة دي شيء مهم قوي. ارحموني، انا مش هقدر اخبي عليكم موضوع الحلقة بتاع النهاردة. الرفق بالازازة. طبيعي جدا لما بتبقى عطشان بتروح تفتح التلاجة وبتدور على اي ازازة مشبرة ساقعة عشان تشرب منها، وفعلا بتشرب منها. وبعد ما بتاخد الازازة من التلاجة وتشرب منها بتسيبها مرمية جنبك. جه في دماغك مرة ان انت تبص على الازازة بعد ما شربت منها وانت سايبها ورميها زي الكلبة عمال المية تقع منها؟ يا جماعة فين الرحمة؟ احنا هنا التفاهم المتحدون قررنا ان احنا نعمل جمعية، وهيكون اسمها الجمعية العامة لحفظ الازازة المشبرة اللي انت رحت شربت منها وسبتها مرمية زي الكلبة. وهو ده الهاشتاج، الجمعية العامة لحفظ الازازة المشبرة اللي انت رحت شربت منها من التلاجة وسبتها زي الكلبة. ده الهاشتاج بتاعنا. المية اللي حوالين الازازة دي دموع الحزن ودموع ان انت قهرتها وسبتها ورميتها زي الكلبة. شوية حنية، شوية عطف على الازازة، كله بالحنية بيفك. يا ابو قلب قاسي، تقسى على الازازة، بلاش الجشع، بلاش تاخد منها كل اللي انت عايزه وتسيبها مرمية زي الكلبة.